أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى ترندينج لنهار اليوم، وهذه بعض المواضيع المختارة لنهار اليوم. ظاهرة التسول تنتشر يوما فيوم في مختلف المناطق وعبر ربوع الوطن رغم كل الحملات التوعوية ودور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الظاهرة الدخيلة عن المجتمع الجزائري، إلا أن من نزع الله من قلوبهم الرحمة ومن توعدهم بالعذاب الأليم يمتهنون الطلبة دون الحاجة إليها. هو حال هذا السيد الذي تم اكتشاف أمره من طرف المواطنين بعد أن كشفوا أنه ميسور الحال ويملك سيارة نفعية يستغلها في عمله الغير أخلاقي والغير قانوني، كما يستعملها في تنقلاته بين مختلف المناطق لغرض التسول. لكم أن تتخيلوا مشاهدينا الكرام كيف ستكون ردود أفعال الجزائريين في حال أو في مثل هذه الحالة التي سنعرضها عليكم، ولكم الحكم في ذلك. إذن هذا الفيديو الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي جعل الجميع يتفاعل معه، خاصة أن التسول والاحتيال أصبح يزعج الجميع، ورغم كل الحملات التي يقوم بها أو تقوم بها السلطات إلا أن مثل هذه المحاولات تبقى تجهض بفضل حكمة وفطنة المواطنين. أما عن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي فاخترنا لكم ما يلي. ريما تقول: وجود شخص عنده سيارة ليس دليل على أنه يملك المال، ممكن من بعد طاحت به الدنيا وممكن عنده ظروف، وهذا ما يمنعش أنه قد يكون محتال حقا. الواحد لا ولا يخاف منهم واللي حب يدير الخير كاين الجماعة. يقول أنيس في تعليق له على الفيديو: السيارة علاش يكسروها؟ ما فهمتش، خلوه يروح، صح صوروه باش يكون عبرة، ولكن أن تعتدوا على ممتلكاته عيب. أنا نقول أن الواحد يتصدق على أهله وأقاربه أولى من أن يصدق على ناس ما يستاهلوش، ولكن الأعمال بالنيات وربي يتقبل من الجميع. كما يقول صديق في تعليق آخر: حتى الطلبة اليوم تبدلت وتغيرت وأصبحت إلكترونيا، بعض البشر أصبحوا يعبدون الدور ويستعملوا أي طريقة من أجل النقود. الواضح أنه لن يتأثر، سيغير المكان من أجل متابعة نشاطه. على كل حال إذا محتاج صح ربي يرزقه ويرزقنا أيضا. تعليق آخر اخترناه مشاهدينا الأكارم لفتحي جاء فيه: الصدقة تكون لوجه الله، أنتم امشوا بنيتكم وهو خلوه لوجه الله، ربي يسهل عليه كل، ولكن التعدي على ممتلكات الغير لا. وباش نكونوا واضحين، التسول أصبح بزاف في الشوارع خاصة في رمضان، يستغلوا طيبة الناس ونيتهم الطيبة من أجل الثراء، ولكن جامي شفت طلاب بان عليه. إذا مشاهدينا الأكارم إلى موضوع آخر. عبود شاب فلسطيني من سكان قطاع غزة المحاصر، وبعد مرور 6 أشهر على الحرب المشؤومة ضد غزة لا يزال سكانها صامدين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، كما هو حال عبود الذي نشر فيديو بعد نصف عام من حرب الإبادة الجماعية التي يشهدها القطاع، وبابتسامة أمل ورسالة حب وتفاؤل اعتلى عبود قائمة الترند على منصات فيسبوك وإنستغرام. نستمع إلى جزء من أحلام عبود من قلب الدمار والركام الذي خلفه القصف الصهيوني. إذا مشاهدينا الأكارم، هو واحد من أطفال غزة المحرومين حتى من الحلم، فما بالك من العيش بسلام؟ ورغم كل أهوال الحرب في القطاع فالشجاعة والأمل هي المرافق الدائم لكل متشبث بالحياة في فلسطين المحتلة. الفيديو حصد أزيد من 1,000,000 مشاهدة على صفحة آي أون بالستاين أو عين على فلسطين، وملايين المشاهدات على باقي الصفحات. أما التعليقات فبالآلاف، اخترنا لكم البعض منها. إناس في تعليق لها على هذا الفيديو تقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. كما يقول علاء في تعليق آخر اخترناه: أعطاني الفيديو طاقة كبيرة، ما شاء الله على قوته وصبره، الله يعين إخواننا في غزة وخلوهم يكونوا لكم قدوة، تذكروا كلامه وتذكروا صبرهم.
في تعليق آخر اخترناه لإما جاء فيه نصف سنة من الحرب المتواصلة على غزة والابتسامة لم تذبل. يا شعب لكم الله وكلنا داعين لكم. صراحة فيديو لطفل صغير يرعب العدو، وأنا متأكدة أنهم يتابعون كل فيديوهات الفلسطينيين. ربي ينصركم وربي يقدركم على النصر يا حي يا قيوم. بينما تقول كريستينا في آخر تعليق اخترناه على هذا الفيديو: دخيل قلبك ربي يفرج عليك يا بطل، أنت وأهل غزة وفلسطين وكل طبعا عم يعدوا الأيام يلي عايشينها بالحرب، أكبر معاناة صارت لهلأ. ربي ينصركم إن شاء الله. مشاهدينا الأكارم إلى موضوع آخر. لا شك أن العمرة أو عمرة رمضان من أحب الأعمال للمسلمين. يلتقي المسلمون سواسية في بيت الله، فالفيديو الذي سنشاهده يجسد صورة غير نمطية لمعتمري بيت الله، وهو لامرأتان ورجل يطوفون حول الكعبة المشرفة محاطين بمرافقة وحماية الشرطة السعودية، ما أثار استغراب من كانوا في المكان عينه والذين تناقلوا الفيديو. لنشاهد. إذا مشاهدينا الكرام، أكيد متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي لم يفوتوا فرصة انتقاد هذه الظاهرة الغريبة، واعتبروها غير معتادة من قبل، وأنها لا تجوز باعتبار أن العمرة مكان يجتمع فيه المسلمون دون فروقات عرقية ولا جنسية، فالكل يجمعه دين واحد. وحسب ما جاء في تعليقات البعض، يعود الفيديو لزوجة أمير بروناي وابنه وزوجته، وهم يؤدون شعائر العمرة في رمضان. أما عن التعليقات فتقول سنولي: الفكرة من لباس الإحرام أن الناس تصير سواسية بالحرم، ما في هيك شيء منذ متى الله في آي بي أو غني. ما كانش عمرة في آي بي بين فقير وغني. اليوم أصبح الطواف ربي يهدينا ويثبتنا. في تعليق آخر اخترناه على هذا الفيديو مشاهدينا الأكارم، تقول: الحمد لله، أثناء الوقوف بين يدي الله ليس هناك في آي بي، كلنا سواسية الآن، متى بقلب أو إلا من أتى بقلب سليم، وحمايتهم من شو ما الناس جاءت للعبادة وكلش مأمن في بيت الله. تعليق آخر اخترناه مشاهدينا الأكارم لفات تقول فيه: والله الطمأنينة في القلب والأمن والأمان في بيت الله. لماذا كل هذا الاهتمام الزائد؟ أعتقد أن الرفاهية الزائدة حطتهم في مكان لا يستوعبون الدين على أصوله. رسول الله الكريم كان عايش بين الناس عادي. وفي آخر تعليق لنورا: الناس بالدنيا ليسوا سواسية، وهناك حق لهم بالدنيا فقد قال: أنزلوا الناس منازلهم، حتى الجنة منازل وليست منزلة واحدة، ولكن عمرة بحماية هذه سابقة من نوعها وما شفتهاش من قبل. اللهم أنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة. إذا مشاهدينا الأكارم إلى موضوع آخر. تبقى الهند تصدر الغرابة للعالم. هذا الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة هندية يعيش سكانها مع الحيوانات المفترسة بطريقة جد عادية، إلى أن تقع بعض التجاوزات الخطيرة التي تودي بحياة العديد منهم. لكن الصدفة أحيانا تمنح للبعض فرص النجاة بأعجوبة، وهو حال هذا الهندي الذي دخل في معركة حامية مع نمر نزل للتجول داخل المدينة. لنشاهد. إذا مشاهدينا الأكارم، الفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر العالم باختلاف وجهات النظر والتعليقات المرافقة، بين من وصف الحادث بالاعتداء العنيف على الحيوان، وبين من اعتبر تصرف المتدخلين بالشرعي لإنقاذ حياة الشخص. الجزائريون علقوا أيضا على هذا الفيديو، وقالت سمية في تعليق لها: لا غرابة مع الهنود، فكل شيء عندهم مختلف، حتى طريقة ونمط الحياة يختلف عن النمط والعادي، فمن غير المنطقي أن تربى هذه الحيوانات في أماكن مأهولة بالسكان.
تعليق آخر اخترناه مشاهدينا الأكارم لرنين، جاء فيه فيديو مخيف. رباه دار عليه كما بعض البشر. لا حول ولا قوة إلا بالله، ساعات الإنسان بعقله ويدور عليك، فما بالك بحيوان غير عاقل. الحمد لله على نعمة العقل. زكريا يقول على هذا الفيديو: ربي يهديهم ويراه الآخرين اللي عودون أو الأكشن اللي عودون عليه في مسلسلاتهم، ولا غير تمثيل. المهم فيديو فيه كثير من العبر. نحمد ربي على نعمة العقل. وفي آخر تعليق لأمال تقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولكن من جانب آخر، الشخص اللي عضه الجاكوار تكون يده قد بترت، لأنه عضة الجاكوار من أقوى عضات السنوريات. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام ترندينج لنهار اليوم. كانت هذه بعض المواضيع المختارة. نلتقي في عدد آخر. إلى اللقاء.